حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة الكرام، في هذا اللقاء أيضا كما تعرفنا على نقاط التوافق وأحصيناها نقطة نقطة، كذلك هناك مسائل تسبب الخلاف ينبغي أيضا أن نتجنبها، ومن أهمها هو ضمير المخاطب، أنت وأنت، بهذه الإشارة. إذا أشرت لزوج أنت كذا وأنت كذا فهذا يسبب الخلاف، فنتجنب هذا الضمير، ضمير المخاطب. وكذلك لا نعمم، لا نقول له أنت دائما تترك الحمام مفتوح، وأنت دائما تفعل كذا، وأنت الناس دائما يقول عنك كذا، وأنت. هذا التعميم أيضا من الأسباب الأشياء التي أيضا تسبب الخلاف. ويقولون أن فيها أن 9 أعشار العقل في التغافل. ينبغي الإنسان أنه يتغافل عن أشياء كثيرة جدا، ولا يكون كل كبيرة وصغيرة يتكلم عليها، كل شاردة واردة، أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا. يتغاضى عن الأمور ويتشاغل عنها، وحتى يأتي التغيير يعني في الوقت المناسب إذا كان لا بد منها، وإلا فيمكن حتى أن تتغير من دون ما. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسلم، العلماء علقوا على هذا الحديث. هو يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. وراه قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. العلماء علقوا على هذه النقطة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لأنس ليش ما فعلته، ليش ما لم تفعل؟ قال: لكمال اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اليقين، يعرف أن كل شيء قدر الله ما شاء فعل، أي شيء حصل لا يلوم عليه. وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا، أنك ما تلومي الزوج يعني على هذه الأشياء اللي حصلت. شيء انكسر قدر الله ما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأواني آجال كآجالكم، لما انكسرت يعني القصعة وتتغافلين عنه. وهذا يؤدي إلى التوافق، وهو أيضا يدل على الذكاء وعلى الهدوء، أن يكون الرجل ذكي والزوجة المرأة ذكية أيضا، أنها تتغافل عن هذه الأمور وتكرم زوجها دائما. والبشاشة، النظر له ببشاشة دائما، لأن المرأة إذا نظرت مقطبة وجهها الرجل صراحة يتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة.